مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ النهارده هنعمل قرص جميله جدا وحلوه وتنفع بقى للمدارس وسهله وبسيطه خالص. والمقادير زي ما انتم شايفينها هي نفس المقادير اللي انا كنت عاملاها في الفيديو معاكم بتاع القرص اللي كانت محشيه بالمربى. هي دي نفس العجينة، يعني العجينة واحدة. بس أنا كنت قسمت العجينة على نصين، عملت نصها قرص محشية بالمربى والقرص وعملت تاني النص التاني القرص اللي انت هتشوفها معايا النهاردة. يعني أنا كنت عاملاهم في فيديو واحد بس، وحبيت أنزل كل فيديو لوحده علشان كل واحد، يعني لو حبيتوا تعملوا دي لوحدها تعملوها، تعملوا دي لوحدها تعملوها. يا رب كده يكون قدرت اوضح لكم يعني الفيديو. العجينة دي يا جماعة هي نفس العجينة اللي كانت نازلة في الفيديو اللي انا كنت منزلاه امبارح او اول امبارح. انا كنت منزلاها امبارح، وطبعا انا هنزل الفيديو ده بكره لسه، فيبقى اول امبارح. هي العجينه واحده والمقادير واحده، بس انا قسمت العجينه على نصين، نص عملت بيه القرص اللي انا حشيتها مربى، والنص التاني عملت بيه القرص اللي هي على شكل دونتس. هي نفس الدونتس كده بالظبط، بس طبعا انا بدل ما اعمل الدونت في قليها في الزيت، لا انا حبيت اعمله كده ايه زي القرص، وحط حطيته في فرن البوتاجاز، سويته كده زي ما بنسوي اي قرص. فطبعا العجينه واحده زي ما قلت لكم. ودلوقتي بقى ايه زي ما انتم شفتوا كده، حطينا لبن حطينا 3 معالق لبن و3 معالق ولا 4 من السكر، وحطيت بضايه، واللبن اللي كان عندي ده كان شويه لبن رايبين، حطيتهم على كيلو الا ربع من الدقيق، كيلو الا ربع من الدقيق اللي هو 750 جرام، وعجنت بيهم العجينه بتاعتنا. وطبعا نزلت بقى بالميه تدريجيا كده، استعملت في العجينه دي كلها مع اللبن ومع البيض استعملت بالظبط كوبايه وربع من الكوبايه البلاستيك الموجوده دي. بس دي العجينه دي انا قسمتها على نصين، نزلت عملت القرص اللي نزلتها اول امبارح، وديت نزلتها النهارده. طبعا نزلت برضو ب3 معالق من الزيت، وهنزل ب3 معالق برضو او معلقه كبيره من الزبده، وهعجنها كلها مع بعضها. والعجينه بتاعتنا مش عجينه ناشفه، عجينه حلوه كده طريه، يعني طريه لا هي طريه بتلزق ولا ناشفه خالص. العجينه ملمسها كده قطني وجميل جدا وحلو قوي. ودي طبعا معلقه الزبده هي طبعا عشان كانت برضو جامده كده، فانا قلت ايه اما تفك هلفها كلها بيها. وقسمت بقى المقدار ده، يعني قسمت العجينه دي على نصين. عملت نص اللي هو قرص محشيه بالمربى، وديت القرص اللي انا عاملاها على شكل الدونتس. لو انت اول مره بقى بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي، ومتبخلوش عليا بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوه. ودلوقتي بقى اللي عايزه اقول لكم ان القرص دي طعمها تحفه وجميله جدا، وتنفع بقى تحطوها لاولادكم برضو في اللانش بوكس، تفطروا بها الصبح. يعني قرص خفيفه كده وجميله. وبكيلو الا ربع عملنا القرص اللي انتوا شفتوها اللي هي كانت محشيه بالمربى، وعملنا بيها القرص اللي هي على شكل دونتس. ودلوقتي شايفين بقى هي دي نفس انا زي ما انا قلت لكم كده، هي دي نفس العجينه، يمكن انتوا شفتها في الفيديو اللي فات. بس انا يعني عملت الوصفتين مع بعض، ونزلت كل وصفه لوحدها. دلوقتي بقى ده نص العجينه اهوت اللي انا خدته، اللي هعمل بيه القرص اللي على شكل دونتس. خلاص يا جماعه. طبعا انا بقول لكم بقى انا هفردها وبطاطها كده، والسمك بتاعها ما يكونش يعني لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. وبعد كده بقى بتجيبي اي قطاعه، طبق، كوبايه، اي حاجه انت عايزه تقطعي بيها، وبنعمل بها بقى ايه الشكل اللي هو شكل الدونس اللي احنا عارفينه كلنا. بس بدل ما اقليه في الزيت، حطيته كده في صاجه حطيته في صاجة وبعد كده دخلته الفرن، وطلع يعني قرص جميلة هشة وطرية وجميلة جدا. وعايزة اقول لكم طعمها تحفة، وكمان بقى يعني تنفع في اي فطار تحطها لاولادكم في اللانش بوكس زي ما انتوا عايزين. انا بقى جبت طبق اهوت وقطعته على شكل دايرة. وطبعا هجيب بقى غطا ازازة. عندي بقى انا كده عندي قرطاس من اللي هو القرطاس اللي انا بعمل عليها الكنافة الكنافه ايوه ديت اهو. انا بقى قطعته كده عشان اشيل بيه يعني اعمل بيه الفتحه اللي في النص دي.
ده طبعا دونتس يا جماعه، لو انتوا حطيتوه في الزيت هيطلع دونتس وزي الفل. بس انا حبيت بقى نوفر كده الزيت ونعمله في قلب الفرن. طبعا العسل اللي معايا ده عسل نحل، جبته كده ومسحت بيه الدونس من على الوش من فوق. بعد كده بقى نزلت عليه بجوز الهند اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. يعني بعد ما دهنت الدونس بتاعنا دهنته كده بالعسل. طبعا ممكن لو انت عايزه تعمليه بالمربى، لو عندك مربى، انا عشان ما كانش عندي مربى غير اللي انا حطيتها في القرص ديت، فجبت العسل النحل ودهنت بيه القرص بتاعنا. وبعد كده رشيت عليه بقى جوز الهند، وهسيبهم بقى لما يختمروا كده ويتضاعف حجمهم. وبعد كده هاخدهم بقى احطهم في الفرن بتاع البوتاجاز على الرف الوسطاني. هولع من تحت بس الاول، وبعد كده اول ما يبدا بقى الدونس بتاعنا ياخد وش تحمير من تحت كده ويبقى زي الفل، هنديله بقى الوش التحمير اللي فوق، وهناكل معانا احلى دونس من غير زيوت بقى ولا مقليات ولا اي حاجه. شايفين بقى الجمال والروعه اهو بالشكل ده كده، طلع جميل وروعه وزي الفل. عندك بقى شوكولاته تقدري بقى تزينيه بالشوكولاته. عايزه تعمليها، انا طبعا كان عندي بقى شوكولاته كده عملتها على شكل خيوط، واكتفيت بس بالتزيينه ديت زي ما انتم شايفين اهوت. عايزه اقول لكم بقى شوف هاشش جدا وخفيف جدا وطري جدا. وعايزه اقول لكم يعني هتبقى عباره عن هوا خفيف جدا جدا من كتر ال التخمير، وفي نفس الوقت هاشش جدا من كتر الهشاشان بتاعه. هتحس ان هو خفيف خالص، ما هوش تقيل. وعملنا بكيلو الا ربع الجمال اللي تشوفينه ده. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.